يلا بينا. بسم الله. هنتكلم النهارده على درس جديد بيتكلم عن عمليه البناء الضوئي. ركزوا بقى مع اللمبه الخضراء لو طفت قولوا لي. درس بحاله بيتكلم على عمليه البناء الضوئي بس بيكلمك على تفاصيل ما كناش قلناها قبل كده. اول حاجه بيحكي لك ان العلماء كانوا فاكرين ان النبات اصلا بيحصل على غذائه من التربه، وان ضوء الشمس ده مجرد حاجه عاديه كده زي الانسان بيتعرض لضوء الشمس مفيد كده وخلاص، وما كانوش يعرفوا ان في عمليه اسمها عمليه البناء الضوئي. فبيقول لك اعتقد معظم العلماء حتى القرن ال17 ان النباتات تحصل على غذائها منين؟ من التربه. النباتات بتحصل على غذائها منين؟ من التربه. وان ما كانش في حاجه اسمها عمليه البناء الضوئي، او عمليه البناء الضوئي دي مش حاجه اساسيه. لغايه لما جه عالم اسمه فان هيلموند. وده عالم بلجيكي عمل تجربه سماها باسمه، اسمها تجربه فان هيلموند. طيب بس المفروض يا مستر عنوان التجربه ده بيشرح لنا التجربه بتتكلم عن ايه؟ يعني التجربه بتتكلم عن مساحه السطح، درجه الحراره، نسبه الرطوبه، لكن تجربه فان هيلموند بتتكلم على ايه؟ فان هيلموند كان عايز يثبت او يعرف يا ترى هل التربه النبات بيحتاجها بشكل اساسي عشان يكبر، ولا في حاجه ثانيه اهم من التربه؟ فده الهدف من التجربه. طبعا التجربه دي تحت عنوان البال الطويل. ليه؟ يلا نشوف. فان هيلموند جاب شتله لنبات الصفصاف. جاب شتله لنبات الايه؟ الصفصاف اللي هو ده. نبات اسمه كده. ودي عباره عن شجره صغيره جذورها قليله. شجره صغننه كده جذورها صغيره. وحسب كتلتها طلعت 2.2 كيلو جرام، يعني تقريبا 2 كيلو وربع. طيب يبقى جاب شتله يعني شجره صغيره لنبات الصفصاف، وحسب كتلتها لقاها 2.2 كيلو جرام، وان النبات ده هيزرعه. طيب هيزرعه جوه ايه؟ جوه تربه، بس في الاول جاب تربه جففها. يعني ايه جففها؟ يعني نشفها ما فيهاش ميه، وحسب حطها جوه وعاء ولقى ان كتلتها 90 كيلو جرام. يبقى دلوقتي جبنا حاجتين، جبنا شتله لنبات الصفصاف، وجبنا تربه جافه يعني ناشفه كتلتها 90 كيلو جرام، وزرعنا الاثنين جوه بعض وسبناهم لمده 5 سنوات. بس مش 5 سنوات هو قاعد جنبهم عامل كده، ده ال5 سنوات دول هو حاطط تجربه، حاطط النبات وكل يوم يرويه بالميه بانتظام، بس من غير ما يضيف اي مواد ثانيه، لا بيحط سماد ولا مواد غذائيه ولا اي حاجه، بيضيف ميه بس. كل يوم يضيف ميه بس، كل يوم يضيف ميه بس. 5 سنين. طبعا هو بيعمل بقى تجارب ثانيه عادي، ما انت كانك زارع اي نبات، بس تخيل ان هو الخطه بتاعته ان كمان 5 سنين هنبتدي نشوف بقى يا ترى النبات حصل له ايه. شوف البال الطويل. بس دي حاجه على فكره عاديه، يعني طب ما انت لما بتخش كليه بتبقى مستنى 4 سنين قبل ما تتخرج، وفي ناس بتستنى 5، وفي ناس بتستنى 7. تمام؟ بس انت بتسمع بيقول لك يا عيني قعد 5 سنين جنب النبات. لا اللي جنب النبات مش الدرجه دي، يعني كان بيعمل تجارب ثانيه. وبعد ال5 سنين اعاد قياس الكتله حسب الكتله تاني بتاعه النبات وبتاعه الطين او التربه. يبقى حتى الان فان هيلموند عمل ايه؟ جاب نبات حسب كتلته طلعت 2.2، جاب تربه جافه يعني ناشفه ما فيهاش ميه وحسب كتلتها طلعت 90. زرع التربه او زرع النبات جوه التربه وسابهم 5 سنين، بيزود ايه كل يوم؟ بس ميه. وبعد ال5 سنين وزنهم، لقى ان النبات كتلته زادت ل 75 كيلو جرام، من 2 كيلو وشويه ل 75، يعني زاد تقريبا اكتر من 70 كيلو. دي نسبه كبيره. بينما التربه ما نقصتش غير 55 جرام، يعني تقريبا ولا حاجه. واحد يقول لي ما فهمتش. طب النبات كبر ماشي فهمناها. طب يعني ايه التربه ما نقصتش؟ ان النبات ما اخدش حاجه من التربه، لانها ما نقصتش غير كام؟ 55 جرام.
لو النبات كان معتمد على التربه بشكل ايه؟ اساسي، كان فضل يسحب منها والتربه تقل، يسحب منها والتربه تقل، يسحب منها، لكن بعد 5 سنين ما نقصتش غير 55 جرام، يبقى ده معناه ان فعلا النبات ما كانش بياخد من التربه غير مين؟ ونسبه بسيطه حناوي صغير قد كده اهو من المواد الغذائيه. وكان بيعتمد بقى بشكل اساسي على حاجه ايه؟ ثانيه، اللي هم بقى عملوا ابحاثهم وعرفوا ان هي عمليه البناء الضوئي. عشان كده بقى في الاستنتاج اهو بيقول لك ان معنى ان النبات يكبر اما التربه ما تنقص، ان نمو النبات لا يعتمد بشكل اساسي على امتصاص الغذاء من التربه. دي حاجه فرعيه، حاجه زياده. النبات مش معتمد بشكل اساسي على امتصاص النبات من التربه، بس كان بيحتاج لايه؟ لميه. اتصل زي ما هو، يحتاج النبات لميه كعنصر اساسي للنمو. النبات بيحتاج للميه كعنصر اساسي للنمو، انه كان بيحط ميه. طب هو ايش عرفه ان الميه مهمه؟ ما هو من الحاجات اللي ما اتقالتش في التجربه ان هو كان جايب نبات تاني شبه الاولاني بالظبط، بس ده كان بيرويه وده لا، فاللي ما كانش بيتروي مات بعد وقت قليل، فعرف ان الميه مهمه. وبعد كده لقى ان التربه ما نقصتش، يبقى التربه مش مهمه. يبقى كده شوف الذكاء، عرف ان الميه مهمه وعرف ان التربه مش اساسي، فابتدى العلماء بقى يعملوا ابحاثهم لغايه لما اكتشفوا عمليه البناء الضوئي. طب هو ليه بيحكي لي على الموضوع من اوله؟ طب ما احنا اخذنا البناء الضوئي في اولى اعدادي وعارفين اللي بيحصل فيه. لا، ما هو ايه؟ بيحكي لك البدايه كانت ايه. طبعا انت هتقول وانا مالي، معلش، بس انت تعرف البدايه. طيب، وان النقص الطفيف البسيط في كتله التربه يرجع لامتصاص النبات لكميه ضئيله من عناصر التربه، كميه قليله بس هي اللي ناقصه. ليه؟ مش محتاجها بشكل اساسي. ومن هنا ابتدوا بقى يعملوا ابحاثهم لغايه لما توصلوا لعمليه البناء الضوئي. هو مستر ايه اللفه الغريبه دي؟ وهو العلماء بيتعبوا يا عيني عشان يوصلوا لنتائج دقيقه. طيب، ده عادي، في نبات بيعمل بناء ضوئي بينمو عادي. بالظبط، ماشي، ده حاجه ثانيه بقى. طيب، معلومه من اولى اعدادي تحت عنوان تراكم معرفي، كم مره اتقابلنا الموضوع ده. وهنا بيكلمك عن الخشب واللحاء، وكنا واخدينهم السنه اللي فاتت، وصلنا وظيفتهم عكس بعض في اتجاه الحركه. ازاي؟ الخشب كان بياخد الاملاح من الجذور، الميه والاملاح، ويبعتها لبقيه النبات. الجذور تحت، فبياخد الميه والاملاح، الخشب يبعتها لبقيه النبات، فدايما حركته من تحت لفوق. بينما اللحاء او نسيج اللحاء بياخد الغذاء اللي متكون في الاوراق ويروح بعته لبقيه النبات، وطبعا طالما الاوراق فوق فيبعتها لبقيه النبات تحت. طبعا هو ما بيقولكش بقى دي من تحت لفوق او دي من فوق لتحت، دي حاجه انت بتفهمها لوحدك. بس بيقول لك اهو الميه والاملاح هتنتقل من جذور النبات، يعني من تحت، لباقي اجزاء النبات حتى الاوراق، يعني من الجذور حتى الاوراق عن طريق الخشب. فاوعيه الخشب بتاخد الميه والاملاح من التربه وتبعتهم لبقيه النبات. بينما الغذاء اللي موجود في الاوراق هينتقل اهو من الاوراق الى باقي اجزاء النبات عن طريق نسيج اللحاء او انابيب اللحاء او الياف اللحاء. طيب، موضوع بقى المعلومات التراكميه او اللي كانت موجوده في اولى اعدادي ممكن تجي لي في الامتحان، ممكن طبعا، ده غير ان هو فكرك بيها، فانت مالكش حجه، ممكن عمرك ما فهمتش. واقف في البلكونه بتكلم مين يا كامل؟ ماما؟ ماشي يا عم، الله يسهل. وابتدى يقول لك بقى اوضحت الابحاث اللي اجراها العلماء فيما بعد ان النبات بجانب الميه محتاج طبعا ثاني اكسيد الكربون ومحتاج ضوء الشمس عشان يعمل عمليه البناء الضوئي اللي تحديدا بتتم في البلاستيدات عشان جواها ماده اسمها الكلوروفيل. فمش هيكلمك بقى تاني على البناء الضوئي ولا هيكلمك على الكائنات المنتجه اللي بتعمل بناء ضوئي. طالما البناء الضوئي بيتم في البلاستيدات الخضراء
طب ما تيجي ناخد تركيب البلاستيدات الخضراء. هو علبة النعناع دي هي البلاستيدات الخضراء؟ كنا بنشبهوها بالنعناع. بيبقى عندك كده صفوف نعناع كده طويلة، الصفوف دي اسمها الجرانة. الصفوف دي اسمها الجرانة، الصف اللي على بعض ده دي اسمها الجرانة، واللي جنبها جرانة. خلاص؟ جيران بقى مع بعض، يقول لك جيرانة المنتيكا. جيرانة. فالجرانة دي اللي هي علبة النعناع دي الجرانة. بينما كل واحدة منهم اسمها قرص، فيشاور لك على ده وده وده، يقول لك أقراص الجرانة. يبقى على العمود ده على بعضه اسمها الجرانة، لكن كل قرص لوحده اسمه قرص أو أقراص. طيب، عايمة جوه أرضية اسمها الستروما. ست رومي مش جده، يعني في جد رومي وفي ست رومي، لا هي ستيه اسمها ست روما، مش ست روما، ست روما. او الحشوه. حشوه هو ايه؟ ضرس بايظ ولا لا؟ عارف الدباجيب مش بيبقى محشيه قطن او محشيه فايبر؟ اهي هنا بقى هي عايمه في ارضيه كده كانها حشوه، كانها ارضيه، كانك فارش الارض سجاد. الارض في ملعب مفروشه رمله، نجيل اللي هو العشب الاخضر ده. فاسمها الستروما او الحشوه، لانها مش بتبقى سائله، بتبقى لازجه كده شويه او ملمسها ماسك شويه، فبيشبهوها بالحشوه. طيب، في غشاء مزدوج، وده عباره عن جزئين، واحد خارجي وواحد داخلي، وده بيدخل ويخرج منه المواد من والى البلاستيدات الخضراء. حاجه كده بيشبهوها بالبوابه بتاعت المدرسه او بوابه النادي، اللي عن طريقها الناس بتدخل وتخرج للمدرسه او النادي. بس احنا بننط من على السور، لا دي حاجه ثانيه. احنا بنتكلم عن الناس الملتزمه، بتدخل وتخرج من خلال البوابه. مش ايوه كله بيخرج بس. طيب، بين بعض الاقراص بينها وبين بعض بيبقى فيه زي نفق كده اهوت او كوبري اسمه الغشاء الرقيق، بيربط القرص في جرانه بقرص في جرانه ثانيه، فيبقوا القرصين متوصلين ببعض. طب يا ترى ايه الفايده؟ عشان يزود مساحه السطح اللي تتعرض للضوء، فيزود من عمليه البناء الضوئي، بمبدا ان قرصين هيشتغلوا اسرع من قرص واحد. نفس فكره البوتاجاز. زمان البوتاجاز كان شعلتين، طبعا كان في بوتاجاز شعله واحده اللي هو بيبقى مع الصنايعيه ده، بس ده يعملوا عليه شاي. لكن تيجي تطبخ عليه بيبقى متعب. ليه؟ لان هتطبخ عليه الرز، عبال ما تشيل الرز وتطيب الفراخ هيكون الرز برد، هتيجي تحط الفراخ هتسخن تاني هيكون الرز واقف. فعملوا البوتاجاز زمان كان بعينين، شعلتين، عين شعله عليها مثلا الرز والتاني عليها الفراخ. اما دلوقتي بقى الحكايه فرقت بقى 4 و5 وحاجات كده، عين بقى عليها الرز، وعين عليها الفراخ او اللحمه، وعين عليها الشوربه، وعين عليها حارس اسمه ابريق الشاي. فده اسمه الغشاء الايه؟ الرقيق. طيب، هل المكونات دي اللي هي الجرانه والستروما والغشاء الرقيق والغشاء المزدوج، هل خلاص كده خدناها على الرسمه بس ومش هناخدوها بالشرح بالتفاصيل والديتيلز، ولا هناخدوها بالتفاصيل؟ انت اللي قاعده في اخر تخته وانت نايمه على الحيطه، مش عايزك تسرحي وتنامي. لا معلش، شيطان شاطر. ولا هناخدوها بالتفصيل؟ انت تتوقع ايه؟ بالتفصيل بكل التفاصيل والديتيلز. بس قبليها هناخده معلومه حلوه بقى، عدس وملوخيه وحاجات كده من اللي تفتح النفس وسهله في المذاكره دي. ايه ده؟ طيب، اول حاجه وصف البلاستيدات الخضراء، قال لك هي عضيات خلويه تشبه حبه العدس. عضيات يعني جزء جوه النبات او جوه الخليه، مع عضيات خلويه يعني جزء في الخليه. طبعا انت تقول تشبه العدس مين؟ هي دي شبه الفاصوليا، مش شبه الترمسايه، لكن مش شبه العدس. معلش احنا لازم نلتزموا باللي هم قالوه، عضيات خلويه تشبه حبه العدس.
محدش يقول لي بقى انا شايفها حاجه ثانيه. خلاص؟ عضويات خلويه تشبه حبه العدس، من العدس بتبقى مدوره بس هو اللي حصل. طيب موجوده فين؟ في اي حاجه لونها اخضر جوه النبات. فبيقول لك اهو خلايا الاجزاء الخضراء من النبات، خصوصا والسيقان العشبيه كالملوخيه والطحالب الخضراء. طبعا السيقان العشبيه يعني الملوخيه الصاج بتاعتها بتبقى خضراء زي الصاج بتاعت الملوخيه، بتاعت البقدونس، بتاعت الفجل، بتاعت الجرجير. الصاج اللي هي الخضراء دي اللي ممكن تاكلها. خلاص. هو في الملوخيه ما بناكلهاش ولكن بيبقى لونها اخضر، فبيبقى فيها بلاستيدات ايه؟ خضراء. فالنباتات الورق بتاعها لونه اخضر زي ورق الملوخيه او ورق النبات الثاني. السيقان بتاعت الملوخيه او بعض الاعشاب الثانيه بيبقى لونها اخضر، فيها بلاستيدات خضراء. والطحالب الخضراء ودي عباره عن نباتات بتعيش في الميه، لونها اخضر عشان فيها بلاستيدات خضراء. طيب يبقى كأن كده بالبلدي البلاستيدات الخضراء موجوده في اي حاجه في النبات لونها اخضر. طب ايه اهميتها؟ بيتم فيها البناء الضوئي. ده الدرس اسمه البناء الضوئي، وبناخد تركيب البلاستيدات الخضراء علشان نبقى عارف تركيبها ايه ودورها ايه في البناء الضوئي. طيب صراحة مش ما انا بشاور لك، يبقى بص وقتها وقول لي. طب يبقى انا بشاور لك كده، رد عليا بدل ما انت. انا قاعد اشاور من ساعتها ما حدش فاهم. انت فاهم بس ما بتردش. يا فرحتي انا فاهم بس ما بردش. انا فاهم بس عبيط. يبقى انا استفدت بيك ايه ولا؟ طيب هنتكلم على الملائمه الوظيفيه، يعني دور ووظيفه 3 حاجات: الغشاء المزدوج، الجرانه، والستروما. طيب اولا الغشاء المزدوج زي ما قلنا عباره عن غشائين، واحد خارجي والثاني. وظيفتهم يسمح بانتقال المواد زي ما قلنا من والى البلاستيدة الخضراء، زي ما قلنا كده عامل زي البوابه ليسمح بدخول وخروج المواد من والى البلاستيدات الخضراء، إيه اللي يدخل وايه اللي يخرج جوه البلاستيدات الخضراء. طيب بس كده؟ بس كده. الغشائين واحد خارجي وواحد داخلي، وظيفتهم السماح بانتقال المواد من والى، تدخل وتخرج للبلاستيدة الخضراء. 2 وهي الستروما، او زي ما قلنا ليها اسم تاني وهي الحشوه، وشبهناها بايه من شويه؟ بالارضيه بتاعت البلاستيدة الخضراء. حكي لنا حاجه مفروشه كده في الارض زي سجاده مفروشه، رمله، نجيله مفروشه كده في الارض، فدي تمثل ارضيه البلاستيدة الايه؟ الخضراء. طيب فيها ايه؟ قال لي معظم الانزيمات، معظم اللازمه لحدوث تفاعلات اسمها تفاعلات لا ضوئيه لانها لا تحتاج الى الضوء. انزيمات تعمل تفاعلات كنا خدناها شبهها السنه اللي فاتت. انا بقول لهم اخدنا شبهها، بيقولوا لي لا. كنا اخدنا شبهها السنه اللي فاتت، حد فاكر؟ طيب لما قلنا ان الجين بيفرز انزيم، والانزيم يعمل تفاعل كيميائي ويكون بروتين يظهر الصفه. علقت. وده كان في الصفات الوراثيه. لما قلنا الصفات الوراثيه، فانا قلت حاجه شبهها على فكره، ما قلت زيها. فكنا واخدين السنه اللي فاتت ان الانزيمات بتعمل تفاعلات كيميائيه. هي نفس الكلام، الانزيمات دي بتعمل تفاعلات، بس التفاعلات اللي بتتم جوه الستروما اسمها تفاعلات لا ضوئيه لانها مش محتاجه ضوء الشمس او مش محتاجه ضوء عموما. طيب وهنا تاخد بالك بقى من السؤال ده، يقول لك اين تتم التفاعلات اللا ضوئيه داخل النبات او داخل البلاستيدات؟ هتقول له داخل الستروما بين قوسين الحشو. طيب مين اللي بيقوم بالتفاعلات اللا ضوئيه؟ الانزيمات. ان الانزيمات، ما هيقول لك مين اللي بيعملها؟ هتقول الانزيمات داخل الستروما. ان الانزيمات
دي لازمه عشان يحصل تفاعلات اسمها تفاعلات لا ضوئيه. يبقى خلي بالك التفاعلات اللا ضوئيه بتتم داخل الستروما او الحشوه. طب هي اسمها غريب كده ليه؟ معلش نعملوا ايه يعني؟ طيب الجرانا احنا اتفقنا الجرانا عباره عن صف ليه؟ النعناع ده بيوصل لكام؟ بيوصل ل 15 قرص او اكتر. فهي بيقول لك تتركب من وحدات بنائيه اسمها الاقراص. ايوه وحدات بنائيه اسمها الاقراص. الاقراص دي بيبقى عددها 15 او اكتر. طب هي ممكن تقل في بعض الحالات، ممكن تقل على 15 بس احنا بنتكلم على الغالب بيبقى 15 او ايه؟ او اكتر. ده اللي علينا من غير ما نخش في تفاصيل. طيب زي ما قلنا برضو من شويه الحواف بتاعت بعض الاقراص اللي في الجرانه تلتقي بحواف قرص اخر في جرانه جنبها عن طريق اغشيه رقيقه. عن طريق اغشيه ايه؟ رقيقه. بمعنى ايه البتاعه دي اللي شبه القنطره او الكوبري اللي بينهم دي؟ بتوصلهم ببعض. فمش دايما، فعشان كده بقول لك تمتد حواف بعض الاقراص في الجرانه لتلتقي بحواف قرص اخر في جرانه مجاوره بغشاء رقيق. وزي ما قلنا الاثنين مع بعض كده استفدنا ايه؟ زودنا مساحه السطح المعرضه للضوء. ادي الاجابه ايه؟ لزياده مساحه سطح الاقراص المعرضه للضوء. ولما نزود مساحه السطح البناء الضوئي هيتم بشكل اسرع، ان الاثنين كانهم بيتحدوا كده مع بعض. عشان كده في نباتات بتعمل بناء ضوئي بشكل سريع من نباتات تانية. طيب كان دايما لما بنتكلم عن البلاستيدات الخضراء كنا بنتكلم على صبغه اسمها صبغه الكلوروفيل. فابتدى يقول لك ان الاغشيه اللي بره، الغشاء اللي بره اللي هو الغلاف اللي بره ده اللي فيه الاصباغ بقى. الاغشيه بتاعت الاقراص، الغشاء اللي بره ده فيه عده انواع من الاصباغ، طبعا اهمها بالنسبه لنا الكلوروفيل الاخضر. وكنا دايما بنقول ان الكلوروفيل هو المسؤول عن امتصاص الطاقه الضوئيه اللازمه لعمليه البناء الضوئي. فكنا بنقول كده ان الكلوروفيل بيمتص الضوء، فعشان كده النبات بيقدر يعمل عمليه البناء الضوئي. عشان كده سميت بالتفاعلات الضوئيه. اسمها التفاعلات الايه؟ الضوئيه. فالتفاعلات الضوئيه ديت بتتم داخل الجران. وهنا ناخد بالي بقى لان السؤال ده هيقول لك اذكر فرقا بين الستروما والجران. هتقول له الستروما بيتم فيها التفاعلات اللا ضوئيه بينما الجرانه بيتم فيها التفاعلات الضوئيه. سؤال برضو لان لو دورت ايه تاني مختلف مش هتلاقي. فاشهر اختلاف غير هو بقى لو سالك اين تتم التفاعلات اللا ضوئيه هتقول له في الستروما، اين تتم التفاعلات الضوئيه تقول له في الجرانه. اذكر فرقا بين الستروما والجرانه هتقول له ان الستروما بيتم فيها التفاعلات اللا ضوئيه. تصنيف البلاستيدات. كنا احنا فاكرين قبل كده ان مفيش بلاستيدات غير البلاستيدات الخضراء. ابسولوتلي. ده طلع فيه بلاستيدات ثانيه، في بلاستيدات ملونه وبلاستيدات عديمه اللون. طيب طبعا البلاستيدات الخضراء مش هقول لك كلام جديد، قال لك موجوده ايه في الاجزاء الخضراء اللي موجوده في النبات، خصوصا الاوراق والسيقان العشبيه زي الملوخيه، والبلاستيدات الخضراء اللي موجوده في الطحالب الخضراء. فده نفس الكلام اللي قاله من شويه. اي جزء اخضر في النبات جواه بلاستيدات خضراء، سواء بقى ورق، سيقان عشبيه، بلاستيدات خضراء بيبقى لونها اخضر. بينما البلاستيدات الملونه موجوده في بعض الثمار زي البرقوق. اشمعنى البرقوق؟ تقريبا كان بيحبه. لا، هي اي نبات بيبقى ليه لون
مميز بيبقى بسبب ان فيه بلاستيدات ملونه، بس عادي يعني المثال بيقول لك مثل البرغوث. والبتلات بتاعه الازهار. ايه البتلات بتاعه الازهار دي؟ اللي هي الورق الملون بتاع الزهره. طب ما يقولوا ورق ملون، هم هيكفروا يعني لو قالوا ورق ملون؟ معلش لازم تعرف اسمها الحقيقي. البتلات بتاعه الازهار، في ناس بتنطقها بتلات مش هتفرق خلاص، لكن اسمها البتلات بتاعه الزهره. فالبتلات بتاعه الزهره ديت اكتر حاجه بتشدنا في الزهره هي والريحه بتاعتها، الورق الملون. لو الورق الملون ده لونه اصفر يبقى الزهر لونها اصفر، لونه بنفسجي يبقى الزهر لونها بنفسجي، احمر يبقى الزهر لونها احمر، وهكذا. فعشان دي حاجات ملونه فعشان جواها بلاستيدات ملونه. ولكن في نباتات ما فيهاش بلاستيدات اصلا، او زي ما العلماء قالوا فيها بلاستيدات بس عديمه اللون، شفافه، بلاستيدات عديمه اللون، زي البطاطس والبطاطا. مش قصده ان هي شفافه يعني ما فيهاش الوان، يعني ما فيهاش بقى احمر واخضر وبنفسجي واصفر وكده خلاص. البلاستيدات اللي فيها ما لهاش لون مميز، لكن البطاطا مش درجه، والبطاطا هتبقى شفافه ولكن ما فيهاش بتلات، ما فيهاش بلاستيدات لا ملونه بالوان مميزه ولا بلاستيدات خضراء بلون اخضر. طيب بنتكلم على الالوان اهو. راح هوبا دبل كيك قال لك التكامل مع علم الفيزياء، ابتدى يجيب لك حته ثانيه مرتبطه بالالوان في الفيزياء. الضوء الابيض اللي بنسميه ضوء الشمس او الضوء بتاع اللمبه بيتكون من 7 الوان اسمهم الوان الطيف السبعه. ده ممكن تشوفهم في قوس قزح بعد سقوط الامطار احيانا، او تشوف الالوان ديت ساعات لما يبقى فيه صابون مكبوب في الارض والدنيا تمطر فتبص على الميه بتاعت الشتاء تلاقي فيها الوان. ولكن احنا عملنا جهاز او اداه اسمها المنشور الثلاثي الزجاجي. المنشور الثلاثي ليه؟ طيب المنشور الثلاثي ده كامل مصنوع من ايه؟ طب انا بقول كامل. يبقى المنشور الثلاثي الزجاجي مصنوع من الزجاج. يعني بشوفه سرحان ولا لا، فبقول يا كامل خليكم مصحصحين ما حدش يرد غيره بس يالا. انا بقول يا كامل يبقى كامل اللي يرد عشان نشوفه مصحصح ولا لا. طيب راحت عليك يا عين يا كامل الدارينا. طب يقول لك اهو الضوء احد اشكال الطاقه، اسمها الطاقه الضوئيه، بينتشر على شكل موجات كهرومغناطيسيه. وزي ما قلنا يتكون الضوء الابيض اللي هو ضوء الشمس او ضوء المصابيح من 7 الوان اسمها الوان الطيف. ديت هناخد الضوء الابيض ونحلله بواسطه اداه تسمى المنشور الثلاثي الزجاجي. يبقى المنشور الثلاثي الزجاجي ده اداه العلماء عملوها علشان يتحللوا الضوء الابيض ل7 الوان اسمها الوان الطيف السبعه. طيب لا مش لازم. هم لقوا بالتجربه ان هو بياخد الضوء يعمل له تحليل، الضوء بينكسر جواه وبيطلع من الناحيه الثانيه متفرق. لا لو ازازه ممكن ما تبقاش مظبوطه. طيب لو الضوء سقط على جسم لامع زي المرايه ايه اللي هيحصل؟ هينعكس الضوء. فلو انت واقف قدامه صورتك هتنعكس، لو دولاب قدام المرايه صوره الدولاب هتنعكس، سرير صوره السرير هتنعكس، كرسي نفس الكلام. فلو الضوء سقط على سطح لامع مثل المرآة هينعكس. طب لو شلنا المراية وجبنا جسم شفاف، ازازة شفافة زي بتاعة الباب او الشباك او العربية، هينفذ يعني هتعدي نفس فكرة الازاز بتاع عدسة النضارة. الضوء بيعدي فانا شايفكم من خلال العدسة وانتوا شايفين عينيا، لان الضوء بينفذ لان ده وسط شفاف. بينما بقى هنا بيفسر لك هي ليه الحاجة بتظهر بلونها. طبعا التفاح لونه احمر، ليه بنشوفه احمر؟ تقول له عشان هو لونه احمر. لا علميا بقى ايه اللي بيحصل؟ لما الضوء بيسقط على التفاح اللي هو لونه احمر، التفاح بياخد الالوان كلها ويجي عند اللون بتاعه اللي هو احمر يقول له ماشي انت بقى انا زهقان منك،
فتروح ممشيه الضوء الاحمر، فلما تمشيه يروح لمين؟ لعينك، فانت تشوف التفاح لونه احمر. طب انا ليه شايف الحيطه خضراء؟ لان الضوء لما سقط على الحيطه خدت كل ليه؟ ما عدا اللون بتاعها. قالت له يا عم انا زهقانه منك، مشي اخضر مشي. فلما تمشي الاخضر تظهر باللون الاخضر. طيب لو انت لابس بنفسجي، انت لابس بنفسجي، ليه احنا شفناه بنفسجي؟ ان الضوء لما سقط على التيشيرت البنفسجي عكس الالوان كلها، امتص الالوان كلها ما عدا اللون بتاعه اللي هو الايه؟ قال اللون البنفسجي بتاعه مشي انت بقى، احنا زهقانين من بعض، فراح واصل لعينك بضوء او بلون بنفسجي. طب ليه يا مستر؟ طب ما احنا يعني ما كانش مستاهل التفسير اللي يلخبط ده. لا، ما ده التفسير العلمي، ان الحيطه لونها اخضر يبقى هتعكس اللون الاخضر، التيشيرت ابيض يبقى يعكس السبع الوان، فيوصلوا لعينك كلهم مع بعض فيبان ابيض. لونه كحلي هيظهر كحلي، لونه رصاصي هيظهر رصاصي. فما كانتش يا مستر انت شايف يعني ما كانتش مستاهله يعني يقولها، ده كده لخبطنا. لا ما لخبط يا ابني، اسمع. طب يقول لك اهو جسم معتم ملون زي التفاحه، الضوء هينزل على التفاحه هينعكس الضوء الاحمر فقط اللي هو لونها، ويمتص ايه؟ بقيه الالوان. التيشيرت لونه اخضر هيبعت الاخضر بس ويمتص بقيه الالوان. لونه برتقاني هيبعت البرتقاني بس ويمتص بقيه الالوان. طب هو اداني المعلومه دي عشان هتحتاجها بعدين. لونه اخضر هيبعت الاخضر ويمتص الباقي، لونه احمر هيبعت الاحمر ويمتص الباقي، لونه بنفسجي هيبعت البنفسجي ويمتص الباقي، لونه بينك هيبعت البينك ويمتص الباقي.